السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التعادل السلبي ينهي الشوط الأول في نصف نهائي أفريقيا. تعادل فريق صن داونز الجنوب أفريقي مع ضيفه الوداد المغربي بدون أهداف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما حاليا في إياب نصف دوري أبطال نهائي دوري أبطال أفريقيا. وتأهل فريق الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة في إياب الدور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لينتظر الفائز من صن داونز أمام الوداد المغربي. تبادل فريقا الوداد وصن داونز الهجمات الخطيرة طوال أحداث الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمعهما على ملعب لوفتوس فيرسيفيلدا. كان فريق سان داونز الأخطر على مرمى الوداد خلال أول 45 دقيقة، لكن حارس الأخير يوسف المطيع أفسد كل هجمات برازيل أفريقيا. بدأ الوداد المغربي مباراة سان داونز بتشكيل مكون من حراسة المرمى يوسف المطيع، الدفاع يحيى عطية الله، أرسين زولا، أمين أبو الفتح، أيوب العملود. خط الوسط زهير المترجي، عبد الله حمود، يحيى جبران، رضا الجعدي، محمد أنهجم. أما الهجوم فبولي سامبو، فيما تمثل تشكيل سان داونز كالتالي: رونوين ويليامز في حراسة المرمى. خط الدفاع موثيبي ما أفالا، تيبوهو، عبد المنعم بوتول. خط الوسط الدفاعي أبوري وسفيليلي وسيفو خوليسو. أما خط الوسط الهجومي بيتر شالوليلي وثابيلو مورينا. في الهجوم ثيمبا زوواني. كانت نتيجة ذهاب نصف النهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد وصن داونز قد انتهت بالتعادل السلبي بين الطرفين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.